رمضان شهر الخير والبركة، ودايما مصر بتتميز بأجواء رمضانية مختلفة بتدي للشهر الكريم طعم ولون مميز، زي الفوانيس الرمضانية وأفرع الزينة اللي بتملى الشوارع المصرية، والعزومات وصلاة التراويح اللي بتشفي قلوب المصريين، والكنافة البلدي والقطايف اللي بيكونوا صنف أساسي للتحلية بعد الفطار. بس الحقيقة إن مش مصر بس اللي ليها أجواء رمضانية مميزة، ده كل دولة من الدول اللي حوالينا ليها عادات وتقاليد بتميزها خلال الشهر الكريم. وهنبدأ بتركيا اللي بيكون فيها مسحراتي زينا كده بالظبط، بينادي على الناس كل يوم قبل السحور، وكمان مشهورة بالبقلاوة التركي اللي ما تخلاش من أي بيت بعد الفطار. وتاني دولة وهي دولة الإمارات اللي بتتميز بيوم مخصص للأطفال اسمه يوم القرقعان. الأطفال وقتها بيلبسوا لبس مخصص وبيلفوا على البيوت ياخدوا الحلويات والمكسرات. وكمان الإمارات بتتميز بالقهوة اللي بالهيل بعد كل فطار. أما بالنسبة لتالت دولة وهي ماليزيا اللي بتتميز بالبازارات الرمضانية، وهي أسواق مؤقتة بتبيع الأكلات والمشروبات الرمضانية. وأخيرا المغرب اللي بتتميز بحلويات اسمها الشباكية، بتتحضر بالسمسم والعسل وبتكون دايما موجودة على السفرة في رمضان. وفي النهاية، رغم اختلاف العادات والتقاليد من بلد للتانية، هيفضل رمضان شهر الخير والمحبة في كل البلاد.